انت تعرف ان انت ممكن تتحبس ويتحكم عليك بالحبس من غير ما ترتكب اي جريمة، من غير ما تعمل اي حاجة، وانت قاعد في بيتكو، ومن غير ما تعرف كمان ان في حكم عليك. وده في حالة ايه؟ في حالة ان انت يكون عندك عربية او موتوسيكل وبعتها لشخص وعملت له توكيل وقلت له انت بانقل ملكية براحتك، وادي معاك التوكيل عشان لسه في وقت في الرخصة ما انتهاش. فالزبون اشترى منك العربية وساقها وراح عمل حادثة، خبط حد او موته، او حتى خبط حد ودشمله وكسره وجري بالعربية. فخدوا او لقطوا رقم العربية اللي هي بتاعتك بس ما بقتش بتاعتك، وعملوا محضر برقم العربية، استعلموا من المرور، طلع ان العربية لسه باسمك انت، وان اللي انت بعتها له ما نقلش ملكيتها باسمه. فتحط اسمك في المحضر ونزلت جلسة وخدت حكم غيابي وانت ما تعرفش. فخلي بالك لما تيجي تبيع العربية بيعها بعقد مسجل، عقد بيع مسجل في الشهر العقاري، وهو يتصرف بعد كده.